السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا النهاردة جاي اتكلم عن موضوع اتكلمت فيه من 4 ايام كده. موضوع كعبورة. انا جاي اتكلم فيه تاني النهاردة. الموضوع بقى ايه؟ يعني زاد قوي عن حده. زاد قوي عن حده. لدرجة انا عايزة اقول برضو من هنا، هو دخل وشاف الفيديو. حد شاف الفيديو من زمايله ودخل قال له، هو دخل شافه. يعني انا قلت بقى ايه، يعني هيلم نفسه شوية من اللي هو بيعمله. لا، للاسف هو ما عملش كده. كعبوره بقى عمل ايه؟ جه من قيمه يومين، وقف في الشارع عادي علني، وبيقول لواحد صاحبه انا رايح اجيب شغل، اجيب لك معايا. يعني انت ما خفتش وما اتكسفتش؟ ولا انت عايز تسمعني الرساله ان انت برضو مش همك، وان انت واقف رايح تجيب شغل، وان انت هتبيع وعادي؟ طب انا من هنا بوصل صوتي باسم بولاق، انا ببلغ عن كعبوره اللي في شارع عباس في ابو قتيته. يا جماعه الواد ده فعلا وحش. الواد ده هو يعني، انا عايزه اقول لكم الواد ده حاجه قد كده. يعني بجد حاجه قد كده. بس يعني اعوذ بالله منه بجد، ربنا يكفينا شره ويبعدنا عنه. بس انا من هنا بوجه رساله لاسم بولاق، بعد اذنكم خدوا الاجراء اللازم مع كعبوره، زي ما بتاخدوا من باقي العيال. نضفوا بقى، نضفوا، خدوا كمان من، يعني ايه، خدوا اللازم معاه، وخدوا يعني الاحتياطي، خدوا كل احتياطاتكم. بعد اذنكم انا من هنا بناشد اسم بولاق، رئيس مباحث ابن اسم بولاق، مأمور اسم بولاق، لو سمحت انا من هنا ببلغ عن ولد اسمه كعبوره. معلش انا بضحك عشان انا ابن خالتي بس واقف من ورايا، اللي هو عمال يضحك. وانا عايزه اقول لكم ان من عندي قالوا لي بلاش تتكلمي وملناش دعوه، بس انا قلت لا ومش هسكت. وزي ما قلت لكم انا هفضل وراه. ويمكن انا فضلت 3 ايام ما اتكلمش عنه، وقلت خلاص هو هيلم نفسه شويه. اتفاجئ واقف في الشارع، في نص الشارع علني، ماسك التليفون وبيكلم واحد صاحبه، وانا هجيب وانت هتجيب قد ايه؟ يعني انت مش خايف وانت مش همك؟ واقف بتبيع عادي وبتجيب برضو، وبكل بجاحة وبكل قلة ادب. حضرتك بتتكلم علني، يعني مش همك كمان. يعني اللي هو حتى مش في الديرة. لا، انت ما بتعملش كده. انت واقف بتسمعني الرسالة لان انت شفت الفيديوهات. فانا من هنا بناشد اسم بولاق، انا عارفه ان هو اسم محترم جدا، واسم كل اللي فيه بصراحه ناس محترمه، ما بيرضوش الغلط، ما بيقبلوش الغلط. بصراحه بيكلموا اي حد يخش باحترام بادب. ناس ذوق جدا، ناس ذوق جدا قوي يعني. فعشان كده انا بناشدهم من هنا ياخدوا الاجراء اللازم ضد كعبور. انا كمواطنه انا ببلغ عنه، وهو ببلغ عنه. يعني يا ريت صوتي يوصل، ويا ريت بجد تنضفوا شويه، تنضفوا شويه. الولد ده وحش جدا. الولد ده الصبيان متلميه حواليه، لان هو بيدعي اللي هو شغال مع الحكومه. آه فيا ريت يا ريت يا ريت يعني، اي امين شرطه بيسمعني، اي ضابط، اي حد من اسم بولاق، يا ريت خدوا بجد الاجراء اللازم ضد كعبوره. اديني انا مواطنه ببلغ اهو على الهوا من كعبوره. فيا ريت كل حد بيسمعني، يا ريت. الولد ده قليل ادب جدا، الواد ده ما بقاش همه. الواد ده يعني بعد ما شاف الفيديو وشاف برضه بيتكلم علني في وسط الشارع، انا عارفه ان هو عايز يسمعني الرساله، والوصله الرساله وصلت. وانت زي ما هتعمل كده انا برضه مش هسكت، وهطلع مره واتنين وتلاته لحد ما انت تتاخد، لحد ما انت تتحاسب على اللي انت عملته، لحد ما انت تتحاسب على كل حاجه انت عملتها، الصغيره قبل الكبيره. انت مش احسن من حد، والقانون مش فوق حد. احنا قانوننا قانون عادل، احنا القانون بتاعنا قانون عادل. وانا بطلب بالعدل، انا كمواطنه بطلب بالعدل ضد كعبوره. يعني كفايه كفايه بجد اللي هو عامله فينا. كفايه اذى في الناس لحد كده. كفايه دمار للناس لقد كده. لما يكون انا اخويا ولا ابني
ولا ابن خالتي خايف ينزل في الشارع بسبب بني ادم زباله زي ده، يبقى على العوض منه العوض في دنيتنا خلاص. وانا ان شاء الله هستنى ان شاء الله صوتي يوصل لحد من اسم بولاق، واطلع اقول لكم خبر كويس جدا ان الولد ده اتاخد. لان الولد ده بجد بجد الولد ده اتاخد هيفرح ناس كتير قوي 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 قوي، اهالي من ناس كبيره لناس صغيره لاطفال حتى. فانا بجد بجد هستنى ان شاء الله اسمع خبر حلو، وهطلع اسمعكم برضو ان هو اتاخد. انا عارفه ان اسم بولاق بالذات ما يعني بصراحه اسم بولاق بجد ما بيقبلش بالغلط، ما بيقبلش بحاجه وحشه. اسم بولاق ناس محترمه جدا وناس كويسه جدا، انا عارفه. ويا رب الفيديو يوصل لهم وياخدوا الاجراء اللازم ضد كعبوره وامثال كعبوره. وانا من هنا بناشد وببلغ عنه ان الولد ده مش كويس، ان الولد ده بجد مش كويس. فان شاء الله استنوني في فيديو جديد اقول لكم خبر حلو ان الولد ده اتاخد. انا اللي خلاني اطلع اتكلم عنه تاني ان الواد لقيته اول امبارح بكل بجاحه وكل قله ادب واقف في نص شارع عباس وبيقول لواحد معدي: ايه انا هجيب شغل هتجيب معايا؟ انا عارفه ان الرساله وصلت يا كعبوره. و انا مش هذكر اسامي انت كنت عايز تتصل بمين، لاني مش مشكلتي. انا مشكلتي معاك انت، ان انت بني ادم قليل الادب وما بتحترمش كبير ولا صغير، وكل اللي يكلمك تقول الاسم عندكم روحوا بلغوا. الاسم ده ناس محترمه جدا، يعني ناس اخلاق، ناس ما بتقبلش بالغلط، ما تعرفش اللي انت بتعمله، ما تعرفش بمعنى اصح الوساخه والفضايح بتاعتك. اديني انا بطلع اناشد اهو، بقول انا من خلالي هنا ببلغ عن كعبوره اللي في شارع عباس اللي في ابو قتيته. بلاغ مني الاسم بولاق عن كعبوره بتاع ابو قتيته. وانا عارفه ان الصوت هيوصل، وانا عارفه ان ممكن يكون في ناس اتفرجت عليا من اسم بولاق وهي مش هترضيها اللي بيحصل. وان شاء الله استنوا مني فيديو جديد اطلع اقول لكم ان هو البني ادم ده اتاخد ان شاء الله. وكل ما اشتركش في القناه يشتركوا ويفعلوا زر الجرس ودوسوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد. واكتبوا لي في التعليقات عايزين فيديو ايه تاني او عايزين نتكلم عن ايه تاني، وانا هطلع اتكلم عنه. بس يا ريت تعملوا لايك عشان الفيديو ده يوصل لاسم بولاق. واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله. وقولوا لي عايزين فكره ايه تاني اطلع اتكلم عنها او مواضيع ايه تاني. استنوني بقى ان شاء الله في فيديو جديد.